يا صباح الفل او مساء الفل حسب بتشوفوني امتى. يلا بينا هنعمل كشري ورز بلبن. اول حاجه الرز بلبن ده والله كان حلو قوي وكان كريمي وجميل بجد، كان تحفه. تمام. وهنعمل معاه كشري، رز وكشري. معلش طبعا بعتذر عن الاضاءه بتاعه النور مع الرخامه، هحاول اظبط الموضوع ده. الصلصه كانت حلوه والكشري كان حلو جدا، كان الرز مفلفل ما كانش معجن، كله صراحه كان تحفه، كان جميل جدا. والبصل كان بصوا عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف عملنا ده ازاي. اول حاجه عملنا الرز بلبن، حطينا كوبايه رز قد دي وحطينا عليها 4 كوبايات ميه، وهنحط الرز يتسلق في الميه دي. اول لما الرزايه تغلي معانا وتبدا ان الرزايه تنفش وتفشر كده، هقوم طافيه عليها النار ومغطيه الحله وراكنه حله الرز دي وسايباها على جنب، وابدا اجهز حاجه الايه، حاجه الكشري. تمام كده. الكشري هنجهز له حاجته. بصوا الرز عمل ازاي. اول لما يغلي معانا بالشكل ده نقوم راكنينه. نجيب بقى الكشري قطعناه حلقات البصل بالشكل دوت، وحطيت عليه شويه ملح ابيض وقمت مقلباه ومقلباه كويس، واقوم جايبه ازازه زيت. ازازه زيت ما تقلقيش، احنا هناخد اللي عايزينه والباقي هنصفيه. ازازه الزيت دي لازم يبقى الزيت مغطي البصل عشان يبقى حلو معانا، ما يبقاش معجن. وفي الناحيه التانية حطيت حله عشان اسلق فيها المكرونه. حطيت المكرونه كلها مع بعضها، ما سلقتش كل نوع في حله لوحده. انا حطيت هنا نص كيس مكرونه سباكيتي ونص كيس مكرونه نوع تاني. تمام كده. وحطيت عليها ملح ابيض وخدت شويه زيت من بتوع البصل ليها وركنتها تتسلق. هنا البصل ابتدى ان هو ياخد اللون الذهبي، ما ينفعش في اللحظه دي اسيب ايدي منه. هجهز مناشف مطبخ، مناديل مطبخ، عشان اطلع عليها البصل. اول لما الاقي لونه اصفر وبقى في الذهبي اقوم مطلعاه بالمقصوصه عادي اللي هي بتاعه البطاطس دي، عشان تشيل معايا كميه كبيره. واقوم حطاه فرداه على المناشف علشان خاطر ينشف ويصفى من الزيت خالص. وابدا اكمل بقيه حاجه الكشري. هنا انا هو بصفيه عشان خاطر احطه ايه بره، والزيت ده انا صفيته. ركنت العدس حطيته على النار في ميه في حله عشان خاطر اسلقه. وهنا بجهز للصلصه بتاعه الكشري. خدت من الزيت اللي انا صفيته وحطيت هنا معلقه توم كبيره، واجهز فنجان خل. اول لما التوم يبدا يبقى لونه ذهبي معايا اقوم نازله عليه بفنجان الخل الابيض عادي خالص. واجهز معلقه كزبره ناشفه كبيره من بتاعه الاكل العاديه خالص اللي بناكل بيها وانزلها عليه. كنت ضاربه طماطم كتير، كنت ضاربه حوالي 10 طماطميات عشان انا بحب الصلصه كتير. واقوم مصفياها، صفيتها وسبتها بقى تاخد وتدي وتتسبك مع نفسيها. الحمص انا حطيته في الحله الكبيره دي علشان خاطر ما كنتش عايزه الميه تنشف منه وانساه. هنا هجهز للرز. حطيت البصل، اول لما البصل يلمع قمت نزلت عليه بالشعريه وقلبت معاه ونزلت عليه الرز. تمام كده. اول لما الرز خد لفه حطيت عليه ملح وشويه كمون وشويه كزبره وسيكه شطه للي حابب. وقمت نازله بالعدس اللي انا سلقته بميه العدس زي ما هي. حسيت ان هو لسه محتاج ميه تاني، كنت غاليه ميه في الكاتل كملت منها. لما جه اتشرب انا وطيت عليه النار لما اتشرب، بس ما خليتوش اتشرب الميه للاخر قوي عشان ما يلزقش منك في الحله. تمام كده. وكان خلص. هنا الرز اتسلق. عايزه اكمل بقى الرز بلبن. حطيت لتر لبن، حليب من اللبان عادي خالص. ولتر اللبن دوت هياخد كوبايه سكر قد كوبايه الرز اللي حطيناها. وفي كوبايتين لبن تاني، كوبايه هدوب فيها النشا وكوبايه هدوب فيها الكريم شانتيه. تمام. هنا حطيت السكر. الكوبايه بتاعت لبن تانية هحط فيها معلقتين نشا واقلبهم علشان خاطر اخلي الرز يلف معانا بقى ايه وياخد قوامه. وكوبايه لبن تانية دوبت فيها معلقتين كريم شانتيه علشان خاطر بردك تعزز الطعم بتاع الرز. اول لما حسيت انه لف وتقل معايا اجهز بقى السلاطين واقوم ايه معبياه. هنا ابتديت ان انا احط الرز وخلاص، كنت خلصت بقى انا حاجه الكشري اصلا وركنته. عبيت الرز وقمت ركنته بقى لما يبرد.